السلام عليكم. في طريقك للنجاح غيتصادف بزاف د المشاكل وبزاف د العراقل اللي يمكن انها تؤدي للفشل ديالك، وهنا غالبا غيتبرر الفشل ديالك يا اما بالمحيط او بظروف العيش السيئه، اعذار ما عندها حتى معنى وما عندها حتى قيمه مضافه، لانه في الجهه الاخرى كنلقاو ناس اللي كيستغلوا الظروف السيئه والازمات كنقطه انطلاق وتحقيق الثروه والوصول للنجاح. كضيف حلقه اليوم اللي من فكرة بسيطة قدر انه يولي مليونير في سن 14 عام. داكشي علاش ضروري انك تكمل القصة حتى الاخر، لانك غدي معاك بزاف د الدروس والعبر. كما العادة لايك الفيديو، ابوني للقناة وتفعيل الجرس، شي كومونتير زوين، وما تنساوش البارطاج. هذا ما كان، نبداو على بركة الله. فرح قراي هاد الدرس غادي تولي في حي فقير في ولاية شيكاغو الامريكية، وسط محيط عامر بناس كيبيعوا على المخدرات وكيتعاطاو ليها. فرح قراي تخلى على الطفولة ديالو وسير البراءة في سن مبكر في سبيل الإعانة بالأم ديالو اللي كانت مريضة بداء القلب، وبالرغم من المرض والمعاناة فالأم بقى صابرة وخدامة أن تأمن القوت اليومي الأسرة اللي كتكون من 4 الأفراد واللي من بينهم فرح. وهنا فرح ما عجبوش الحال وما راضيش بالوضع للأم اللي كتعيشوا فيه، وهنا قرر انه يعاون الأم ديالو وبدا كيبيع صاشيات الكريمه بالبشره مقابل $1.50، وكان هذا هو اول بروجي ليه هو في عمره 6 سنين. وهنا فرح كان ذكي وخدم طريقه الشراء بالجمله والبيع بالقطع باش انه يدخل ارباح مضاعفه. وفي ديك الفتره تعرف على واحد الاستاذ اللي شد بيديه ووراه الطريق الصواب والطريق الصحيحه. وفي واحد النهار قال لي داك الاستاذ الا قدرتي انك تدخل $50 في نهار واحد يمكن لك تدخل $1,000,000 في يوم من الايام في المستقبل. وهنا فرح قرا شد ديك الهضره ودخلها لراسو وبقى كدورها مزيان في راسو، ومن تما بدا خدام بجديه تامه بالرغم من الصعوبات والمعاناه. نهار بعد نهار فرح قرا كيطور في راسو وكل نهار كيتعلم شي حاجه، وبعد ما قدر انه يجمع واحد القدر د الفلوس واللي من بعد غادي يستثمرها في بيع المشروبات الغازيه والحلويات. والشي دا كامل هذا هو في عمره 8 سنين. فدخل مع صحابو يخدموا معاه حتى هما يدبروا على راسهم، ولكن للاسف شاءت الاقدار انه ما يكملش في هذا الشيء هذا بسبب رحل الاسره ديالو لاس فيغاس الامريكيه. وفي هذه المدينه هذه تعطاتو فرصه العمر واللي ما زقلهاش. وهنا لقى واحد الوظيفه في احد الاذاعات الامريكيه اللي كانت ديك الساعات محتاجه لواحد الدرا صغير، فتم الاختيار ديالو وبدا خدام في واحد البرنامج في الاذاعه. ومن بعد عامين من العمل في هذه الاذاعه هذه وصل على المستمعين ديالو ل 12 مليون متابع، وبسببه حقق شهرة كبيرة ونجاح كبير، وكيقوم بإلقاء خطابات بالطريقة ديالو مقابل $15,000. فرح قراي كان من الدراري القلال اللي ذكيين ديال بصح، حيث انه استغلوا الاموال اللي كيدخل من الاذاعه واستثمرهم في مجال الاطعمه. وهنا يفتح شركه صغيره لبيع الاطعمه في نيويورك. الشيء كامل هذا هو في عمره 13 عام، وبمساعده الخبراء الناس اللي فاهمين في الدومين اللي تعلم منهم بزاف ديال الحوايج قدر انه ينتقل من دري ما عرف والو لاحد اثرياء العالم. وحقق الشركه ديالو مبيعات كتير واللي كتقدر $1,500,000، وبعدها اسس شركه اخرى لبيع بطاقات الهواتف واللي حتى هي عرفت نجاح كبير. وغتبقى احسن حاجه درها فرح قرايه انه قام بانشاء جمعيه خيريه لمساعده الشباب وتعلم التجاره باش انهم يحققوا مبالغ شخصيه محترمه. واخيرا وبعد النجاح الكبير واللي حققه فرح قراي فطلب الرئيس الامريكي السابق جورج بوش المقابله ديالو ودعا الكونغرس الامريكي واصبح عضو في المجالس التجاريه. داكشي علاش انت اللي كتفرج فيا دابا حاليا كنقول لك ثق في راسك وراك قادر ديرها، فقط ثق في راسك وتوكل على الله. فكيف العاده كان معكم نور الدين بلاس، تلقاو فيديو جديد. السلام عليكم.